السلام عليكم يا مساء الورد، معكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهارده هنتكلم عن مشروع دوز لشركة أكام الرقحي ومالكها عبد الوهاب الرقحي، والشركة ليها سابقة أعمال في العاصمة تحت اسم شركة تانية اسمها أكام، مشهورة بالتزامها في الجدول الزمني في الإنشاءات لكن ملهاش تشغيل ساحلي صح. المشروع موجود في الكيلو 173 في منطقة الضبعة اللي قريبة من سيدي عبد الرحمن وقريبة من راس العين، وتعتبر تاني أفضل شط في الساحل وما بيحتاجش تقريبا أي شغل من المطور. مراحل المطروحة في المشروع استلم 4 سنين، وفي كمان استلام سنتين متشطب بالكامل بالتكييف والمطبخ، وفي كمان شغل من المطور. سعر الغرفتين بتبدأ من 11 مليون، وثلاث غرف من أول 14 مليون وبتقسطوا على 10 سنوات. مميزات المشروع إن المشروع فيه نسبة إنشاءات مرعبة، والبحر فيه هادي وتحفة، وكمان في بيمنت ممتازة على 5 سنوات بتديك من 30 ل 40% خصم على أي وحدة، وده اللي معظم الوقت بنشتغل عليها كبروكرز أو أنا شخصيا بشتغل عليها. وكمان الشريك الأكبر في الشركة عبد الوهاب الرقحي وعيلته من أغنى 10 عائلات في الشرق الأوسط. ده غير إن الماستر بلان مميزة جدا ومعمولة على شكل ميكي ماوس عشان يكون شكل المشروع مميز جدا من أي طيارة وأنت راكبها وأنت رايح راس الحكمة. بس الأهم إن المشروع ده فيه خدمات مش موجودة في أي مشروع تاني، زي كلاب هاوسز اللي معمولة على شكل كيف، في كمان كيف مخصص للمحجبات، وكمان كيفز للأسر بالحجز، وخاصية ماي كيتشن اللي تقدر بيها تطلب أكل للشاليه بتاعك بسعر ما كنت هتشتريه وهتطبخه. كل ده حاجات مميزة جدا مش موجودة تقريبا في أي مشروع تاني في الساحل الشرير، وكل ده بيرفع من الطلب على المشروع في الإيجار وإعادة البيع. عيوب المشروع هو إن الشركة قرروا يأخروا الاستلام على بعض الوحدات عشان عايز يسلم المشروع كله خبطة واحدة بدل ما يسلم تسليم مبدئي، لأن المشروع صغير. كمان المشروع عرض الشط فيه 450 متر على 125 فدان، ده في الطبيعي كويس، لكن عدد الوحدات في المشروع كبير جدا، يمكن اكتر من 1200 وحده، وده هيأثر جدا على الكباستي بتاع البحر عن مدى بعيد. والشركه حاولت تعالج ده بكثره وتوزيع اللاجون في المشروع، بس طبعا مشكله هتكون محسوسه وملموسه، غير طبعا المطور ملهوش اي تشغيل ساحلي صح. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 86%، وهنصح بيه حد عايز يشتري حاجه يأجرها بعد كده، ومشروع فيه افكار مش موجوده في باقي المشاريع، او بني ادم اند يوزر متحفظ وعايز حاجه بتحترم القيم وفيها انشاءات بشكل كبير. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك في الصيف.